انا لحد دلوقتي مش فاهم ازاي خرجت من المكان ده حي، ولا ازاي رجعت بيتي بعد ال5 لغالي دول، وانا حاسس ان في حاجه ماشيه ورايا لحد النهارده. وانت لسه جديد في القناه او لسه جديده في القناه، فما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اللي جديد. ويا ريت تعمل لايك للفيديو دوت عشان نبين لاستاذ يوتيوب ان احنا متفاعلين جدا مع الفيديوهات ديت. ويلا بينا نكمل باقي القصه ونبدا على بركه الله. انا اسمه حسام، كنت شغال شيف مساعد في مطعم صغير على اول الشارع جانبي جنب ورشه خلاط وكشك عصير مقفول من سنين. المطعم كان اسمه الدبدوب، وده الاسم اللي خلى اي حد يفتكره مكان لطيف للاطفال او العائلات. بس الحقيقه انك اول ما تقرب منه بالليل تحس ان في حاجه غلط. الواجهه فيها دبدوب كبير مرسوم على الازاز، عينه اليمين اغمق من الشمال، وكل ما النور بيجي عليه يبان كانه بيبصلك. انا كنت محتاج الشغل قوي ساعتها، كنت مكسور ومخنوق ومعايا ديون صغيره كده كانت كفايه انها تخنقني. صاحب المطعم عم رفعت راجل كبير في السن، صوته واطي ونظراته غريبه. اول ما رحت له قال لي احنا هنا شغلنا هادي، بس في حاجه واحده، لو سمعت اي صوت من تحت بعد الظهر ما تردش. ضحكت ساعتها وقلت في نفسي يا عم هو في ايه يعني، مطعم وعمال بس هو ما ضحكش، بصلي وقال انا بقولك عشان مصلحتك. اول ليله عاديه جدا دخلت المطبخ لقيت البنات اللي على الكاشير بيتكلموا وبيضحكوا، واحد اسمه شادي مسؤول توصيل بيشرب شاي وبيهزر. كان في صوت موسيقى وراه حاجات بتتقلي، والجو عموما يوحي ان الموضوع بسيط. بس اول ما الساعه عدت 12 لاحظت ان عم رفعت قفل الباب الداخلي اللي وصل بين المطبخ والمخزن، وفضل واقف قريب منه كأنه مستني حاجه. سألته في حاجه جوه؟ قال هو بيبص قدامه مفيش حاجه، وخلي بالك من الليله اللي جايه. الكلام ده مرتحتلوش خالص. في الليله التانيه وانا بغسل الصحون سمعت تكه خفيفه جت من تحت الارض. في الاول افتكرتها من المواسير، بعدين التكه اتكررت 3 مرات. شعر ظهري وقف، بصيت حواليا لقيت شادي واقف عند التلاجة متجمد مكانه ووشه اصفر. قلت له هو ايه الصوت ده؟ قال بصوت مكسور اوعى ترد، اوعى ترد عليه مهما حصل. ارد على مين يا ابني؟ ملحقش يجاوب. الباب الداخلي اللي ورا عم رفعت اتفتح سنة صغيرة وطلع منه هوا ساقع ريحته شبه الشحم المحروق. ساعتها سمعنا حاجة شبه نفس طويل تقيل كأن حد تحت الأرض بيحاول يطلع. عم رفعت جري وقفله جامد وقال بصوت عالي الكل يكمل شغله. أنا كنت هسأله بس قبل ما أفتح بقي سمعت من ناحية السقف صوت خربشة كأن حد بيسحب فوق البلاط. رفعنا راسنا احنا الاتنين فوق في نفس اللحظة، ولقيت حركة خفيفة عدت من فوق اللمبة. نور المطبخ بدأ يرف وبعدين ضعف ثانية ورجع. شادي وقتها قال لي أول مرة؟ قلت له أيوة. قال لي هو بيبلع ريقه؟ خدها مني، المطعم ده ما ينفعش تقفل فيه لوحدك بعد نص الليل. في الليلة التالتة عم رفعت طلب مني أنزل المخزن أجيب كراتين من آخر الرف. المخزن كان وراه باب حديد قديم جوه الضلمة وفي ريحة ورق قديم وحاجة معفنة. أول ما دخلت سمعت حاجة بتتحرك بين الكراتين. مين هنا؟ محدش رد. بصيت بفلاش الموبايل لقيت الكراتين اللي على الأرض متبهدلة كأن حد زقها، وفي آخر المخزن جنب حيطة خرسانة فيها بقعة مية كان في دبدوب صغير قاعد على الأرض. دبدوب بني عينه اليمين ناقصة ومش وسخ خالص كأنه لسه محطوط. الغريب إننا ما كانش عندنا لعة في المخزن أصلا. جبت الدبدوب وطلعت بيه وأنا بضحك على نفسي، قلت يمكن حد نسيه من العملاء. أول ما وريته لعم رفعت وشه اتشد جامد. قال لي أنت لمسته؟ قلت له أيوة ماله. سحب الدبدوب من إيدي بسرعة ورماه في الدرج الكاشير وقفله بالمفتاح. ما تفتحوش تاني مهما حصل. هو في ايه يا عم رفعت؟ بصلي كأنه بيتأكد ان انا لوحدي. في حاجات لو اتشالت من مكانها المكان نفسه ما بيرتاحش. الليلة دي بدأت حاجات تبقى اوضح. وانا قاعد بقطع خضار سمعت صوت طفل بيضحك من عند الصالة، ضحكة قصيرة كده خفيفة. بعد كده وقفت فجأة. خرجت ابص لقيت الصالة فاضية، الكراسي مترتبة والترابيزة اللي جنب الشباك عليه طبق فاضي. بس رجعت للمطبخ وانا حاسس بقلبي في زوري. بعدها بدقايق من جوه الحمام حد خبط على الباب من بره خبطة واحدة. مين؟ مفيش رد. الخبطة اتكررت بس المرة دي كانت أبطأ. مين؟ وجالي صوت طفل صغير جدا قريب من الباب قوي. ماما افتحي. انا اتجمدت اني راحت على عم رفعت لقيته واقف من بعيد ووشه ابيض وقال بصوت شبه الهمس ما تردش حتى لو سمعت اسمك. من ساعتها وانا عرفت ان في حاجة مش طبيعية فعلا. الليلة الرابعة كانت اسوأ ليلة عدت في حياتي.
المطعم قفل والعمال مشوا، وانا وعم رفعت وشادي فضلنا عشان ننضف ونقفل حوالي الساعة 2 الا ربع. الكهرباء قطعت فجأة، كل حاجة وقفت، المطبخ غرق في الضلمة، ضلمة كاملة. وساعتها سمعنا صوت الباب الداخلي اللي وصل للمخزن بيتفتح ببطء شديد مع انه كان مقفول بالمفتاح. شادي وقع الشاي من ايده وقال لا دي مش اول مرة. قلت له اول مرة ايه؟ قال لي اول مرة الباب ده يفتح لوحده بيبقى اللي جواه صاحي. هي مين؟ مردش وبدأ يرجع لورا. انا بصيت ناحية الباب ولقيت خط رفيع من الضوء الاصفر خارج من جوه، كأن في اوضة تانية ورا المخزن، مع اننا كنا عارفين ان مفيش اوضة تانية. عم رفعت خبط بعصايه على الارض وقال بصوت مبحوح: ارجعوا، محدش يقرب. لكن قبل ما يكمل سمعنا صوت حاجة بتتحرك على البلاط ببطء شديد، كأنها بتزحف على 4 بس رجلها مش باينة. الصوت كان بيقرب تدريجيا. طلع من تحت الباب ظل طويل، مش ظل بني آدم، كان ظل كبير، راسه مدورة ودنه باينة على الجنبين. شادي صرخ وجري ناحيتي، وانا وقتها حسيت ان قلبي وقع في رجلي. الباب اتفتح بعنف، اللي طلع منه ما كانش بني آدم ولا شبه حتى دبدوب كبير متلخبط ما بين ألعاب الأطفال وحاجات ميتة. جسمه متقطع من ناحية البطن وأحشائه طالعة منها قطن أسود مبلول، وعينه اليمين مخلوعة والناحية التانية فيها زرار معدني لامع بيتحرك كأن عينيه حية. كان لابس مريضة مطبخ قديمة جدا عليها بقع غامقة، وإيده الشمال ماسكة سكينة طويلة متطبعة بالصدى. أنا اتجمدت. شادي قعد يزعق وراح ناحية الباب الخارجي، لكن الحاجة دي اتحركت بسرعة مخيفة، أسرع من أي كائن بالمقاس ده، ومسكته من رقبته ورفعه عن الأرض. سمعت صوت خنقة وصوت قصافي بتخبط في الهوا. عم رفعت وقتها وقع على ركبته وابتدى يعيط: أنا قلت لكم ما تفتحوش. أنا رميت نفسي ورا الترابيزة واستخدمت طبق كبير وضربت عليه، والحاجة دي بصت ناحيتي. أول ما بصت حسيت إن مكان العين كأنه بيقفل عليا. الصوت اللي طالع منها ما كانش زئير ولا صريخ، كان صوت عميق وناشف ومكسور، كأن راجل بيحاول يطلع من جوه من زمان. رجعوه ليه؟ الكلمة دي طلعت من بقه مش بصوته، هي كانت بصوت طفلة صغيرة. عم رفعت قام فجأة وهو بيترعش وفتح الدرج بتاع الكاشير وطلع منه الدبدوب الصغير اللي أنا جبته من المخزن. أول ما شاف الدبدوب الكبير ساب شادي اللي وقع على الأرض وبدأ يزحف ناحية عم رفعت بسرعة مرعبة. عم رفعت رماها على الأرض وهو بيصرخ. خدها وخلاص. الدبدوب الصغير وقع جنب رجله، وفي اللحظة دي حصل أسوأ حاجة شفتها. البطن المفتوحة للدبدوب الكبير بدأ يتحرك، والقطن الأسود خرج منه زي الدخان، والدبدوب الصغير نفسه ابتدى يتهز من جوه. طلع صوت بكا حقيقي، بكا طفل صغير خايف. أنا ما فهمتش حاجة. عم رفعت كان بيصرخ: دي بنتي كانت هنا، ماتت هنا، وانا اللي حطيتها جوه اللعبة عشان ما تسيبنيش. ساعتها الدنيا وقفت. انا بصيت له وهو واقع على الارض وفضل يكلم نفسه. قال من سنين ان كانت بنته الصغيرة بتيجي معاه المطعم، ومن يومها حصل حريق صغير في المخزن بسبب اسطوانة غاز، وهو قدر يطلع الناس بس هو اتأخر عليها، ولما لقاها كانت خلاص ماتت. الناس قالت حادثة. الشرطة خلصت تحقيق وكل حاجة اتقفلت، بس هو ما استحملش. جاب الدبدوب اللي كانت بتحبه وحط فيه حاجة من حاجاتها وخلاه في المخزن. من يومها كل ما يسيب المطعم مقفول كان بيسمعها بتعيط من تحت الأرض، فراح يخبي الدبدوب الكبير هناك جوه باب مقفول عشان يحرس اللعبة أو يمكن يحرس السر. بس اللي كان مرعب بقى إن الدبدوب الكبير ما كانش حاجة بتحرس السر، كان السر نفسه. أنا لفيت أبص للباب ولقيت الحيطة جنب المخزن بتتحرك. والله بتتحرك. البلاطة اللي جنبها بدأت تطلع منها فقاقيع سودا كأن الحيطة نفسها بتتنفس. وساعتها سمعت صوت البنت بوضوح جاي من كل ناحية في المطعم: بابا أنا بردانة. عم رفعت فقد عقله، مسك راسه وضربها في الأرض وهو بيعيط. الدبدوب الكبير وقف وبص ناحيته وبعدين بص ناحيتي أنا. مش عارف ازاي فهمت، بس حسيت انه عايزني انا. مد ايده اللي فيها السكينة، ولما قرب مني لقيت تحت كفه مكتوب بحروف صغيرة على القماش كأنها متخيطة بإبرة: خد مكانه. انا جريت ناحية الباب الخارجي ودخلت في الهوا البارد. سمع ورايا صوت حاجة بتتشقلب فوق الكرسي. شادي كان مرمي جنب الحيطة، مش عارف حي ولا لأ،
وانا ما قدرتش ارجع له. اخر حاجة سمعتها قبل ما اخرج كانت عم رفعت بيقول ما تسيبهاش تاخد حد تاني. بعدها المطعم اتقفل شهر. انا فضلت ايام في البيت لا نايم ولا صاحي، وكل ليلة على نفس الساعة كنت سامع خبط خفيف عند الباب، عند باب الشقة. 3 خبطات وبعدهم صوت صغير جدا: حسام افتح الباب. في الأول قلت دي أوهام، بعد كده لقيت نفس الريحة، نفس ريحة الشحم المحروقة بقت طالعة من هدومي. وبعدين في يوم صحيت على صوت حاجة بتتزحلق تحت السرير. لقيت الدبدوب الصغير اللي جبته من المخزن قاعد جنب رجلي. أنا جريت على الباب وفتحت النور ولقيت عليه ورقة متنية، ورقة صغيرة جدا مكتوب فيها بخط عم رفعت: اللي يطلع من المطعم لازم يسيب حد مكانه. من ساعتها وانا فاهم اللي خرج منه ما كانش انا بس لحد دلوقتي كل ما اقف قدام المراية بحس ان في حاجة ورايا، وحاجة صغيرة قعدت جوه، وحاجة صغيرة قعدت جوه دراعي بتتنفس كل ما اغمض عيني. لو وصلت لحد هنا متنساش ان انت تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.